بتدخل الصفقة والسعر يعكس عليك، أو بتخرج من الصفقة والسعر بيفضل مكمل في نفس الاتجاه. في غالب انت عندك مشكلة في ان انت مش بتستخدم خطوط الدعم والمقاومة. في الفيديو ده هكلمك عن حاجة من اكتر الحاجات الشائعة في التريدنج اللي غالبا كل الناس بتتكلم عنها، وفي الغالب في تريدرز كتير بيستخدموها لوحدها، وهي خطوط السبورت والريزيستنس او الدعم والمقاومة. أنا رانيا إسماعيل، وده الفيديو السادس من سلسلة تعليم التداول للمبتدئين. هنتكلم النهاردة عن واحدة من أشهر الحاجات، وهي خطوط الدعم والمقاومة، اللي ممكن لو استخدمتها تكون عامل مهم جدا في الاستراتيجية بتاعتك، وتساعدك إن أنت تكون بتاخد خطوات وبتاخد قرارات أدق أكتر. طيب، أول حاجة يعني إيه دعم ومقاومة أصلا؟ الدعم هو منطقة السعر بيرتد من عندها أكتر من مرة لفوق لأن المشترين بيتجمعوا فيها. اما بقى المقاومه فهي العكس، منطقه السعر بيرتد من عندها اكتر من مره لتحت، وده بسبب ان البائعين بيكتروا فيها. تخيلهم زي الارض والسقف بتاعه الاوضه، السعر بيرتد من عندهم اكتر من مره. طيب ازاي نرسمهم؟ افتح الشارت على تايم فريم كبير زي الساعة او الاربع ساعات او الديلي، اختار منطقة السعر ارتد من عندها اكتر من مرة وارسمها على هيئة خط مش على هيئة نقطة. ولكن كمان في عندك اكتر من انديكيتور تقدر تكون بتستخدمهم بشكل اسرع، بتقيس بيهم المناطق بتاعة الدعم والمقاومة، زي الاوردر بلوك بتاع شركة اسمها لوكس الجو، هتلاقيه موجود على تريدنج فيو، وهنشوفه كمان شوية مع بعض بشكل عملي. في انواع للدعم والمقاومه. اول نوع وهو الدعم والمقاومه الافقيه، الخطوط اللي احنا بنرسمها عند القمم والكيعان، اللي زي ما قلنا يعني عامله زي الارض او السقف بتاعه الماركت بتاعنا. تاني نوع وهو الخطوط الديناميكيه او الدعم والمقاومه الديناميكيه، دي زي ما اتكلمنا عنها في الفيديو بتاع الاي ام اي، دي بتبقى بتتحرك مع الاي ام اي ال50 وال200. تالت نوع وهو الدعم والمقاومة النفسية، اللي هو دايما مثلا تقول انا هشتري الارقام الثابتة، زي مثلا انا هشتري عند 100، هشتري عند 1000، هشتري عند 10000. الارقام كده اللي بتلاقي اغلب الناس بتاخد عليها قرارات بشكل نفسي ان هو هيشتروا عند الرقم ده، بيحددوه بشكل عشوائي، وفي الغالب اغلب الناس تصرفهم بيبقى واحد، فبتلاقي الناس كلها بتتجمع في ان هي تشتري عند رقم 100 مثلا، عند رقم 1000، عند رقم 20، بيبقى رقم ثابت مش رقم فيه كسور. طيب ازاي نستخدمهم؟ لما السعر يقرب من دعم فهنا بنفكر في الشراء، ولكن زي ما قلنا ما بناخدش القرار بناء على السبورت والريزيستنس لوحده، ولازم نكون بناخد كونفirmation من اكتر من انديكيتور ومن اكتر من تايم فريم. اما بقى لو السعر قرب من مقاومه فهنا بنفكر في ان احنا نكون بناخد قرار بيع بعد ما ناخد كونفirmation من باقي الحاجات. لو السعر كسر المقاومه ليفل المقاومه، لما السعر بيكسر المقاومه ليفل المقاومه بيتحول لسبورت، فهنا في الحاله دي معناه ان الاتجاه العام في اب ترند قوي، والعكس صحيح. لو السعر كسر السبورت وتحول لمقاومه فده معناه ان الاتجاه العام للسوق هابط، وان احنا السعر هيكمل نزول. من الأخطاء الشائعة برضو نفس الخطأ اللي بيتكرر واتكلمنا عليه في أغلب الفيديوهات اللي فاتت، وهو إن احنا نكون بنستخدمهم لوحدهم من غير التأكيد من أكتر من تايم فريم ومن أكتر من انديكيتور تاني. وبرضو لو انت اللي بترسمهم بإيدك ان انت تكون بترسم خطوط كتير جدا تلخبطك، لا ده لو انت مش بتستخدم انديكيتور اللي هو يقدر يكون بيقيس لك المناطق بتاعة الدعم والمقاومة بشكل أسرع بكتير من ان انت تكون بترسمهم بنفسك يعني. ريكاب سريع، يبقى السبورت والريزيستنس او الدعم والمقاومه عاملين زي الارض والسقف بتاعه السعر. الدعم هو الارض بتاع السعر، الريزيستنس او المقاومه هي السقف بتاع السعر. ما بنستخدمهمش لوحدهم، بنستخدمهم كتاكيد على الاتجاه العام للسوق، سواء السعر كان هيرتد ويكمل نزول او هيرتد ويكمل صعود. وبناخدهم برضو كنوع من انواع الكونفirmation عشان نكون بنأكد على الاستراتيجيه بتاعتنا، ولكن مش بنستخدمهم لوحدهم كقرارات شراء او بيع. لو الفيديو ده وضح لك مفهوم الدعم والمقاومة، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان يوصلك الفيديوهات اللي جاية من سلسلة تعليم التداول للمبتدئين. اما بقى لو مهتم تبتدي رحلتك في التداول بشكل اسرع، اكتب لي مهتم في الكومنتات وهبعت لك تفاصيل الكورس بتاعي لتعليم التداول للمبتدئين، اللي من تاني اسبوع فيه بتقدر تكون بتمارس التريدنج بشكل عملي.